بص والله انا ما كدبتش لما قلت عليكم ان انتوا اهل كرم وجود، يعني الحمد لله رب العالمين. فعلا فعلا. الكلمة دي طلعت متطابقة، ويعني الحمد لله رب العالمين. ان حبايبي واخواتي فعلا اهل كرم وجود. يعني عايزة اقول لكم طب إيه السبب؟ في متابعة حبيبتي ربنا يا رب يبارك فيها. آه، يعني حلو ان انت يبقى حد خايف عليك، بصراحة احساس ان حد يبقى خايف عليك وان انت ما تعمليش دي غلط عليك وهتضرك وكده. الاحساس ده حلو على فكرة يعني. انا يعني عملت الفيديو اللي هو انا بعمل الاسمنت، بسقي الفراغات بتاعه السيراميك وكده بايدي. فقالت لي ايه؟ طب انت كده غلط على ايدك، ما تعمليش كده، إيه بشرتك والكلام ده كله. بس يعني انا عايزه اقولك في الاول ما تخافيش، اختك يعني متعوده من زمان على الحاجات دي، يعني بعمل. ولما بحط زيت واللي هو فازلين والكلام ده كله بتتستر الحمد لله رب العالمين، وما بيحصلش حاجه الحمد لله. فقالت لي ايه؟ لا انت لازم تعملي يعني فواصل السيراميك دي، اعملي الاسمنت عادي وخليه يعني طري خالص، وفضيه في المي وفضيه في الارض قصدي، واعمليه بالمساحه زي ان هما المبلطين بيعملوا كده والكلام ده كله، وعشان ايديكي ما تتاذيش وكده. الحمد لله يعني، ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي يا رب، اهل الكرم والجود، وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. وانا فعلا اهو الفيديو ده انا بكمل هعمل ارضيه المطبخ، وعملتها فعلا زي ما قالت لي. وعايزه اقول لكم ان هي احسن من وانا بعمل بايدي، يعني لما عملت بالمساحه وفردت الاسمنت في الارض بالمساحه، الفواصل السيراميك اتسقت كويس عن ما كنت بعمل بايدي فعلا فعلا يعني. ألف شكر وحابة إن أنا أشكرك، وربنا يا رب يخليكي وتسلمي لي يا رب. يلا بقى، عارفة إن أنا رغيت معاكم شوية أكتر، بس انتوا تستاهلوا والله العظيم إن أنا عمري كله أتكلم عنكم. ربنا يا رب يخليكم لي يا رب. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الروتين بتاعنا النهاردة. بصوا عندي الكيس الاسود ده، بصوا حجمه صغير بس جواه حاجات ما شاء الله بتتضاعف وبتكتر وبتملى الدنيا خير. طب ايه هي الحاجات دي؟ اول حاجة عندي شوية عدس على شوية حمص، ده ايه الحاجات بتاعت الكشري كده، احب اجيبها لما حاجة تنقص اجيبها واحطها، علشان الكشري اكلة الكشري دي بتيجي في دماغك مرة واحدة كده، يعني بتبقي قاعدة وتقولي انا هعمل كشري، فاهمة؟ فايه بحب يعني لما تنقص عدس اللي هو مثلا حمص الكلام ده كله، بحب ان انا ايه اجيبه اول باول واخليه مركون عندي. إيه هنا اللي عندي الفول بقى، فول المدشوش والطعمية والبصارة والحاجات الحلوة، الأكلات اللي الحرشة بقى الحلوة دي اللي تفتح النفس. هعمل ايه بالفول المدشوش ده؟ هعمل بصارة. لا قصدي هعمل اللهم صل على النبي، هو بيتعمل بيه بصارة بس انا هعمله دلوقتي هبله، علشان خاطر هعمل طعمية. هعمل شوية طعمية دولت 2 كيلو فول هعملهم كلهم، علشان البصل الاخضر متوفر. اللي سمع يعني الفيديو بتاع الطعمية اللي انا عملته قبل كده هيعرف ان انا بحب اعمل الطعمية بالبصل الاخضر، بيبقى مخليها حلوة وبتبقى حلوة جدا وهشة من جوه، من غير اي حاجة، لا احط لها بيكنج باودر ولا اي حاجة. وعندي هنا اهو دولت برضو ترمس، هبل برضو الترمس، يعني كل الحاجات اللي عايزة اللي تتبل دي وتقعد في المية كده ليلة ويوم. انا خليت الترمس ليلة ويوم، وبرضو الفول يعني برضو انا هعمل فيديو وانا بعمل الاتنين مع بعض. وهنا هعمل ايه كمان؟ هعمل زبادي بما ان احنا صايمين. الزبادي لابد منه في السحور والكلام ده. بصراحة الزبادي غليت والحاجات غليت جدا جدا، ربنا يعيننا يا رب. هعمل زبادي في البيت، اجيب علبة زبادي واحدة على كيلو لبن هتعمل لي شوية زبادي حلوين محترمين يقعدوا معايا يوم واتنين وتلاتة. وزبادي حلوة حاجة عاملاها انا في البيت. جنب اللبن وهو بيغلي هقعد العب؟ لا هقعد مش هقعد. هجيب الاسمنت بقى واسقي الارضيه والكلام ده، على بال اللبن ما يغلي كويس. اللبن انا جايباه شارياه، علشان كده هغليه كويس. لكن لو انت لبن مضمون او عاملاه يعني في البيت وكده عندكم مواشي والكلام ده، خلاص تمام، ده في اللبن حاجه انت عاملاها بايدك ومتاكده منها. بس يعني مش هيضر ان احنا نغلي اللبن كويس ونسيبه لما ايه، لما يهدى شوية. عايزينه دافي مش عايزينه سخن، يكون دافي كده. وايه، وهتشوفوا معايا باقي الخطوات. هنا قلت اعمل على بال اللبن ما يغلي اكون ايه سقيت الفواصل اهو يا ستي. جبت المساحة وبصوا يعني والله فعلا الارضية شربت الاسمنت، او يعني الفواصل اتسقت بالاسمنت كويس جدا عن ما انا بعمله بايدي. فعلا الف شكر.
بس على كده جبت شوية اسمنت وحطيته، عملت عليهم مية وايه، وخليتهم يعني تراي شوية، مش زي اللي انا كنت بعمله بايدي، لا، وفضيته في الارض وايه. وبدأت جبت المساحة، كنت عاملة شوية الاسمنت الصغيرين دول مش هيكفوا، هعمل لا والله يكفوا. الحمد لله رب العالمين. بصوا ما شاء الله الارضية نورت ازاي. الفواصل يا بنات، عايزة فواصل السيراميك يعني ايه، تسقيها كل مادة كده، الأرضية تقعد معاكي وتحافظي على حاجتك، والأرضية تقعد يعني منورة وحلوة كده، والسيراميك يبقى منور زي ما انتوا شفتوا معايا. وخلاص على كده زي ما انتوا شايفين اللبن كان دافي، كان بارد قصدي، او يعني هو دافي دلوقتي مش بارد، دافي. حشت بقى ايه شوية القشطة اللي على الوش دولت في الطبق اللي انا يعني بحطهم. كنت اعمل فطير، اي حاجة محتاجة قشطة، البسبوسة، الكلام ده كله باخد منها. ولازم تحفظيها في الفريزر، ما ينفعش تحطيها في التلاجة من تحت، القشطة تاخديها وتحطيها في طبق او في علبة وتقفلي عليها وتحطيها في الفريزر. تيجي تعملي فطير، تعملي اي حاجة عايزة قشطة، تطلعي منها زي الفل. عندي هنا علبة الزبادي، حاولت ان انا ايه اضربها كده بالشوكة لحد ما بقت ايه زي الرايب كده، ونزلت بيها على اللبن. وخلاص على كده اللبن عندي دافي يا بنات، ماشي دافي. وعندي وانا بعمل كده كنت مشغله الفرن تسخن، اللي هو ايه يعني عايزه احطه، انا هحطه على الفرن، الفرن لازم برضو تبقى دافيه بما ان احنا في الشتاء. لكن لو في الصيف عادي زي ما هو كده، ما تسخنيش لا فرن ولا غيره، تحطيه على الفرن زي ما هي من غير تسخين. لكن بما ان احنا في الشتاء وكل حاجه ساقعه، والزبادي عايز، او اللبن بتاع اللي انا هعمله زبادي عايز جو دافي، فانا هدفي الفرن. بص عندي هنا دولت 5 كوبايات غسلاهم ومظبطاهم وحطاهم في الصينيه دي. بصوا بقول لكم بقى على حسب ما انتي هتاكلي، يعني عايزه تملي الكوبايه الاخير همليها، عايزه نصها تمام، الكلام ده كله انا بصوا بعمل يعني ايه، كوبايه الا ربع كده لحد ايه اللي هو يكفيني، واللي انا يعني الحمد لله رب العالمين هيشبعني. خلاص على كده مش هامله الكوبايه عشان ما يفوتش حاجه. تمام. ولو عندي كوبايات اصغر من كده كنت هحط فيها، بس للاسف دي اصغر كوبايات عندي، كوبايه الشاي ديت. كان في كوبايات اصغر تاني بتاعت قهوه، بس للاسف اتفاجئت ان انا ما لقيتش في منهم ولا واحده، اتكسروا. بس كتر خيرهم، ليهم 10 سنين يعني، هيعيشوا قد ايه تاني، معدن كفايه عليهم. وخلاص على كده نصلي على الرسول الكريم. النهارده ما صليناش على الرسول الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا يا رب يبارك فيكم، ويبارك في كل ما تملكوا، في كل اي حاجة تمسكوها كده ربنا يبارك لكم فيها يا رب، ويصلح حالكم ويحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. بصوا مليت ال5 كوبايات واحتجت كوبايتين تاني. وفي مج ابني اللي عايز لبن يا ماما، بصراحة كسلت ان انا اطلع لبن واغلي، فاديته المج بزباديب كله، قلت له خد اشرب اهو. وبص ما شاء الله هنا ده تاني يوم رحت بصيت عليها واحنا في السحور على اساس انها تبقى عملت، لا لقيتها لسه في السحور، لسه ما زبدتش وما بقتش زبادي، فسبتها. ده تاني يوم، تاني يوم الساعة 11. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، بقت معايا زبادي زي الفل اهي، معمولة في البيت، حاجة نظيفة. يا رب اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الاشتراك ولايك كده حلو من ايديكم. واهم حاجة تفتكروني بدعوة حلوة في الأيام الكبيرة المفترجة اللي احنا فيها دي. ويا رب يا رب يصلح حالي وحالكم، ويحقق لنا كل اللي بنتمناه يا رب، ويعني يدي كل محروم الذرية الصالحة يا رب. وإن شاء الله بإذن الله تحققوا كل اللي نفسكم فيه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.